يا اهلا بيكم. صباح الخير اللي بيتفرج الصبح، صباح مساء الخير اللي بيتفرج بالليل. المرة دي انا في بيتي القديم اللي احنا نقلنا منه ورحنا بيت جديد مختلف اللي انا بصور فيه الفيديوهات اللي انتوا اتفرجتوا عليها قبل كده. احنا دلوقتي بننقل، هتلاقوني حتى يعني في مكان مختلف والدنيا مقلوبة شوية ومش عارف ابتدي ازاي صراحة. كنت عايز اتكلم، مش عارف الفيديو ده مختلف شوية عشان بصور بكاميرا مختلفة وحاجة مختلفة تماما عن اي حاجة تانية. بصراحة عايز اتكلم في حاجة بس في نفس الوقت مش عايز اتكلم فيها دلوقتي، عايز اتكلم فيها في وقت تاني يكون الوقت سامح اكتر واقدر اتكلم بحرية اكتر ومزاج اكتر علشان اعرف اتكلم معاكم يعني في الموضوع ده يعني. بس ممكن اتكلم عن حاجات مريت فيها في حياتي، حاجات انا عدت عليا. يعني مثلا ممكن اقول لكم اول كلمة لا اتقالت لي في حياتي، تمام؟ يعني اول كلمة لا اتقالت لي زي ما قلت لكم قبل كده ان انا بابايا الله يرحمه كان شغال كوافير حريمي، تمام؟ كان شغال كوافير حريمي وكان في واحدة بتشتغل عنده كانت بتحبني وبتحب تهزر معايا والحاجات دي كلها. ف... فمرة كنت رايح لابويا وكده عشان ارحمه، عشان يعني اخد منه حاجة او حاجة زي كده ولا حاجة زي كده، يعني اخد منه حاجة. المهم اللي حصل ان انا دخلت المحل، تمام؟ وبعد كده ايه، كان في زبونة بنت شابة كده في سني او اصغر مني او اكبر مني في سنة، معرفش مش فاكر بالظبط، بس كانت اكبر مني يعني كانت في سني يعني في الحدود بتاعتي. و... وانا دخلت وكده، فمين بقى كان موجود؟ كانت البنت اللي بتشتغل مع ابويا والبنت دي، وكان في كام زبونة كده كمان. فاللي حصل ان انا دخلت وكده، فبدأت تهزر معايا ومش عارف ايه وكده، فهي بتقول للبنت اللي هي سني دي تتجوزيه. فاللي حصل ان هي قالت ايه، قالت لا. فانا خدت الكلمة دي وكانت صاعقة على نفسي وكانت مؤذية جدا على نفسي، وكانت تعتبر اول لا تتقال لي في حياتي. انا معرفش اصلا في لا جات لي بعد كده ولا لا، بس دي تعتبر اول لا حصلت لي يعني. المهم انا مش عارف ليه اصلا البنت دي قالت كده، يعني مش عارف ايه السبب اللي خلى البنت دي تقول كده. وانا مش عارف يعني المفروض الواحد مثلا في السن ده يعني يكون عنده هزار، عنده قابلية انه يهزر ويضحك وكده يعني. معرفش ليه اصلا خدت الموضوع بجد وخدت الموضوع على عاتقها وقالت لي لا. فاهمين قصدي؟ فانا يعني زي ما قلت له كده ايه، يعني استغربت جدا من الموقف ده، واستغربت جدا من اللي حصل ده، واستغربت جدا من يعني ليه هي تقول كده، ليه هي تقول كده. ودي حاجة انا يعني اتعلمتها ان انا ما اقولش لحد
خلونا بس عشان ايه نكمل. ممكن يكون الصوت مثلا في حد ممكن يكون داخل معايا وكده، بس خلونا نستكمل يعني. المهم يعني ان هو يعني المفروض ان احنا نخلي بالنا من التعامل مع الاخرين، اللي احنا يعني ما يكونش عندنا حتة لا للاخرين لمجرد ان احنا عايزين نضايقهم او نأذيهم نفسيا او اي شكل من الاشكال. فاهمين قصدي؟ فانا اتعلمت من الموقف ده ان انا ما اقولش لحد لا في حياتي. فاهمين قصدي؟ يعني انا ما اقولش لاي حد لا في حياتي. دي تعتبر يعني اول لا حصلت لي في حياتي. والموضوع كمان اللي حصل ان البنت استغربت، الزبون اللي شغاله عند ابويا يعني الله يرحمه، اللي شغاله عند ابويا استغربت جدا، وانا كشيت جدا كده وسمعت اللي حصل ده وخدت بعضي ومشيت. بعد كده بقى ايه، قعدت احس بقى احاسيس مش كويسه، وان انا متضايق وان انا مخنوق والحاجات دي كلها. بس الحمد لله الكلام ده كمان كان وانا كنت صغير، يعني كنت عندي مثلا 12 13 14 سنه، يعني كنت صغير جدا. فاهمين قصدي؟ فيعني احنا ليه نعمل كده في بعض، او ليه نعمل كده ليه؟ مش لبعض مش لبعض، يعني احنا نعمل كده ليه؟ فاهمين قصدي؟ يعني احنا ليه بنت مثلا لشأن سبب ما اللي هي تاخد موقف بالشكل ده وتقول لا؟ يعني هي بنت اصلا الزبون اللي شغال عند ابويا الله يرحمه كانت بتهزر تقول تتجوزيه او حاجه تتجوزيه. فهي يعني ايه اللي يخليها ان هي يعني تاخد الموقف ده وتقول لا لمجرد ان هي عايزه تحس ان هي بقى ايه، بنت بار مدير والحاجات دي كلها. انا ما اعرفش اصلا هي عايزه تحس بايه يعني. فاهمين قصدي؟ بس يعني ده ايه اللي انا ايه استشفيته يعني من الموقف اللي هي ايه عملته، يعني قالته. فاهمين قصدي؟ بس ده يعني بالمختصر المفيد. ودي كانت اول لا اتقالت لي في حياتي. عايز اكمل كمان اقول لكم يعني ان انتوا ما يعني لا دي ما في ناس بتنادي على السوشيال ميديا ان انت لازم تقول لا، ولازم تقول لا الحاجات. ماشي، انت تقول لا مثلا لمثلا حد مثلا عايز ياخد وقت من وقتك، وانت الوقت ده انت محتاجه، وانت مثلا بتعمل حاجة في حياتك، واللي هيطلب منك حاجة ده يطلبها يعني هياخد وقت من وقتك، وانت هتكون محتاج الوقت ده. دي ماشي، الحاجات دي ماشي. لكن لا بقى اللي احنا بقى نأذي الآخرين ونراعيش مشاعرهم، ان احنا نأذيهم لمجرد ان احنا عايزين نحس ان احنا احسن من الآخرين، احسن منهم، لمجرد ان احنا نقول لهم لا والكلام ده يعني. فاهمين قصدي؟ بس ده باختصار يعني. ف واتمنى ان انتوا تكونوا انبسطتوا في الحلقة دي. انا زي ما انتوا شايفين كده في بيتي اللي انا هنتنقل فيه ان شاء الله الفترة اللي جاية، غير البيت اللي احنا قاعدين فيه، انا قاعد فيه انا واهلي في الفترة دي. يعني هننقل من البيت ده وكده. بس ان شاء الله يعني هنيجي هنا تاني ان شاء الله البيت ده، والدنيا مقلوبة ومش عايز بوريكم بقى ايه، مش عايز اوريكم صراحة عشان الدنيا عاملة خالص. ان شاء الله يعني ايه هنيجي هنا تاني ان شاء الله. ودي كانت اول لا اتقالت لي في حياتي. شكرا ان انتوا اتفرجتوا على اللحظة دي لحد اللحظة دي، وكان معكم وائل. مع السلامة.